احنا في الحلقة دي هنتكلم عن المريخ وعلاقة المريخ بالأرض. الكلام ده جه منين؟ جه من إن المريخ هو من أجمل الكواكب اللي بتعدي في المجموعة الشمسية، اللي احنا بنشوفه بالعين المجردة أحمر وبيطلع في السماء، هو الوحيد اللي لونه أحمر. وكان كل الناس في قديم الزمن يبصوا عليه ويقولوا إيه شكله إيه ده، وسموه المريخ. ليه؟ لأنه كلمة مريخ دي جت من مارس، وهو إله الحرب عند الإغريق. يعني الإغريق هم اللي سموه المارس أو المريخ. وكل دراساتنا للمريخ جاءت نتيجة للشكل ده، إن هو إيه الكوكب المحمر ده، المحمرار ده جاي منين؟ من زمان أوي، في 1800 كان في راجل طلياني مشهور جدا، عالم محترم، اسمه سكياباريلي، جيوفاني سكياباريلي. وسكياباريلي ده ابتدى يبص على المريخ بالعدسات، ما أول عدسات صغيرة كده، هو لقى فيه خطوط، والخطوط دي فسماها كنالي. هو قصده الكنالي يعني خطوط. جت لما الناس في أمريكا وفي الغرب على وجه العموم بصوا على كلمة كنالي دي وسموها قنوات، وخاصة واحد اسمه بيرسيفال لوول، ده كان فلكي أمريكي، سموهم ذا كانالز اوف مارس، وقال إن دي ما تعني إن في ناس على المريخ وبيحفروا قنوات، والقنوات دي هي اللي بتوصل المية من مكان لآخر، ودي الناس عايشة هناك، وخلى الدنيا كلها تبقى تبتهج بإنه في هناك حياة على سطح المريخ وكذا. ففي يعني علاقة كده وطيدة ما بين الماء اللي شفناه على الأرض واللي شفناه على المريخ. ففي علاقة ما بين الاثنين، وهي انهم الاثنين كواكب صلدة حواليها غلاف جوي، مع ان المريخ الغلاف الجوي بتاعه خفيف، وفيها خطوط، والخطوط دي لها معنى جيولوجي وبيتغير الوانه. احنا اول مرة نتفرج على المريخ ككل كان في سنة 71، كان في سفينة اسمها مارينر 9، ومارينر 9 دي راح تصور المريخ كله. وصلت السفينة عند المريخ سنة 71، ده أيام في منتصف شغل أبولو بتاع القمر، وبصينا لقينا إن المريخ متغطي كله بسحابة بيضاء وشفناش فيها حاجة خالص. فهمنا إن دي عاصفة ترابية مغطية الكوكب من أوله لآخره، والسفينة تقرب عليه وما نشوفش ولا شيء، وتقرب عليه ما نشوفش ولا شيء. فين وفين لما قربت عليه بقت في قربت على المدار بتاعه، ابتدينا نشوف 3 بقع كبيرة كده. 3 بقع دي اتضح انها كانت براكين عالية، فشفناها اول ما شفناها على المريخ طلعت هي. فعرفنا بقى ان المريخ على سطحه براكين، وان ده يقول لنا ان سطح المريخ هيشابه سطح الارض كثيرا. فابتدينا نبص عليه بدقة اكتر كتير قوي، عشان ده كوكب هيبقى فيه حاجات زي المريخ. هنكمل هذا الكلام، العلاقة ما بين المريخ والأرض.